الو، ازيك يا فندم؟ معايا فرصه مش هتتعوض، شقه في كومباوند في التجمع تحفه. لو عايز تلحق لازم تحجز معايا من دلوقتي. بكره الصبح الاسعار انت شايفها توصل لحد فين؟ انا عارف السوق، بقول لك اهو. سوق؟ ما اعتقدش انك عارف السوق. يعني ايه؟ مين معايا؟ الو. الو. انا محمد بركات، من حوالي 13 سنه دخلت سوق العقارات. وقتها ما كانش فيه تقدير حقيقي لقيمه الخدمه ولا لقيمه الشخص اللي وراها. السوق كان متشبع بفكره السمسار او البياع اللي هدفه دايما يخلص الصفقه وخلاص. لكن انا كنت مصمم اكون مختلف. كنت عايز اي حد يتعامل معايا يحس ان فيه خدمه حقيقيه، ان في حد فاهم ودارس وبيحلل وعنده رؤيه. كل مره كنت بساعد فيها عميل كان هدفي انه يخرج وهو واثق انه خد قرار صح. ولان انا مش ببيع عقارات، انا ببيع علم وخبره ومعلومه. حبيت اننا نفهم السوق على اصوله بعيدا عن الصوره النمطيه اللي هتلاقوها دايما في السوق. كل حاجه حابين تعرفوها، سواء كنت مستثمر او مشتري او بروكر. حتى لو كان عندك حب استطلاع، هتعرف كل حاجه عن السوق العقاري مع الصندوق الاسود محمد بركات في بركات كاست. اول سؤال في دماغك اكيد هو يعني ايه سوق عقاري؟ السوق العقاري ببساطه هو المساحه اللي فيها الفرص. تخيل معايا مدينه كبيره فيها فرص واضحه وباينه قدامك، زي شقه معروضه للبيع او ارض مطروحه للمزايده، او حتى فرصه مش باينه قوي محتاجه تدور وتفكر وتعرف ازاي توصل لها. لكن الحقيقه ان السوق مش مجرد مباني، السوق هو احتياجك. انا كعميل ممكن يكون عندي احتياج مختلف عنك تماما. واحد ممكن يبقى عايز يجمد فلوسه في اصل، يشوف ان العقار هو المحفظه اللي تحافظ على قيمه فلوسه. وواحد تاني ممكن يكون عايز يجيب شقه ممكن ياجرها فتطلع له دخل اضافي ثابت. وفي مستثمر ثالث ممكن يدور على اكبر ROI، اكبر عائد على استثماره. في مشاريع زي الشقق الفندقيه والمكاتب الاداريه والمحلات التجاريه. وفي حد معاه كاش فلو قوي عايز يقتنص فرصه النهارده علشان يرجع يبيعها بعد فتره بمكسب كويس. فالسوق العقاري مش بس بيع وشراء، هو احتياجك والخدمات اللي بتدور عليها. هل الاهم عندك ان انت تكون في كومباوند في كوميونتي وخدمات، ولا عندك اولويات تانية زي العائد او الموقع او حتى المرونه في البيع واعاده البيع؟ يعني كل واحد ممكن يشوف السوق العقاري من زاويته. ومن هنا لازم نبدا نفهم ان السوق العقاري عباره عن شبكه ضخمه جدا من الاحتياجات والفرص المتنوعه. بس النظام التجاري والبيزنس الكبير ده ماشي ازاي؟ اللي لازم نفهمه ان الدولة هي اول حلقة في القصة. الدولة بتطرح اراضي بناء على اهداف ورؤية. مثلا لو عايزة تقلل الزحمة في القاهرة، تبدأ تطرح اراضي في اماكن اقل كثافة وتجهزها بخدمات وتبني مدن جديدة علشان تسحب السكان تدريجيا من المناطق الزحمة. يعني دورة السوق بتبدأ من قرار استراتيجي على مستوى الدولة. بعد كده بيجي دور المطورين اللي بيشتروا الاراضي دي. المطور بيشوف رؤية الدولة ويحاول يبني عليها مشروع يتماشى مع خطته وطبعه. كل ده بينعكس عليك كمستهلك. الاسعار بتتحرك والمناطق بتتغير والفرص بتكتر. السوق العقاري في مصر مش بس عرض وطلب، لا، هو دورة متكاملة. الدولة بتطرح، المطور بيبني، والعميل بيشتري، وبعدها السوق يرجع يدور من جديد. بس هو مين المطور؟ المطور هو الشخص او الشركة اللي عندها رؤية. بيشتري الارض علشان يحقق فكرة معينة، يبني مدينة سكنية متكاملة، يعمل مشروع اداري، او يقدم تجربة جديدة للسوق. المطور مش بس بيبني، المطور بيسوق رؤيته وبيقول للناس انا عندي مجتمع متكامل، عندي خدمات، عندي رؤية طويلة المدى. وبيبدأ يجمع المقدمات من العملاء، يمول بيها المشروع ويكمل التنفيذ. اما المقاول فالموضوع مختلف تماما. المقاول ما عندوش رؤية ولا تخطيط بعيد المدى، هو مجرد منفذ بيبني علشان يبيع بأسرع طريقة ويكسب وخلاص. علشان كده لازم نفرق. لو عايز تستثمر استثمار طويل المدى وتبقى مطمن، لازم تبص على رؤية المطور مش بس على سعر الوحدة او تصميمها. طيب واعرف منين المطور المناسب ليا؟ وهنا بيجي دور اهم شخصية في المشهد كله، المحلل والمستشار العقاري. ليه ده اهم شخصية؟ لان السوق بيتغير كل يوم. منطقة كانت مغمورة فجأة بقت اكبر هدف في السوق والعكس. فالمستشار العقاري شغلته انه يفضل مفتح دايما، يتابع السوق، يقارن الاسعار، ويشوف الفرص اللي ممكن تناسب احتياجات كل عميل. العميل ساعات بيبقى مشتت، يسمع اسعار مختلفه ومشاريع كتير، وكل واحد بيقول نصيحه غير التانيه. وهنا بيجي دور المستشار بجد، يقعد معاك، يسمعك كويس، يفهم انت بتدور على ايه ومحتاج ايه بالظبط. المستشار الشاطر مش اللي بيبيع لك ويختفي. المستشار دوره انه يحافظ عليك ويتابعك بعد البيع، ويوريك الفرص الجديده، ويخلي علاقتك معاه رحله مستمره مش مجرد بيع. وده بالظبط الفرق ما بين السمسار وما بين المحلل العقاري. السمسار بيشوفك عموله، المحلل بيشوفك شريك. طب ازاي تبقى مستشار ومحلل عقاري قوي وما بتغلطش؟ علشان تبقى مستشار ومحلل عقاري كويس، اول حاجه لازم تعرفها هو انت شغال ايه. لو عرفت كويس شغلانتك ونقطه قوتك بجد، محدش هيهزك. انا بدات كبروكر في قريه في الساحل الشمالي، كنت مسؤول عن اكتر من مكان باجره في السيزون الصيفي، ولما كان الصيف بيخلص كنت برجع مدرستي في الثانوي. الامانه هي اللي بنت اسم وقتها، وده اللي خلاني اجمع داتا كتير وعلاقات اكتر من تاجير وحدات خاصه. كنت ماشي كويس جدا كبروكر، لكن كان طموحي اكتر من كده بكتير. كنت عايز اعمل مشروع بيشتغل طول السنه مش بس موسم الصيف. فرجعت بدات
بدات من الصفر، بدات اعمل مشاريع تانية، في منها اللي كسبني كويس ومنها اللي خسرت فيه، لكن كان دايما في حاجه ناقصه، التوجيه. ما كانش فيه منتور يمسكني من ايدي ويقول لي اتعلم ازاي. حتى وانا في الجامعه فتحت مشروع كبير، جبت ناس تشتغل معايا وشغلت وشاركت ناس، لكن المشروع ما نجحش. كنت بتعلم بالتجارب وبالفلوس، مره تيجي ومره تخيب. قررت ارجع للمجال اللي فيه بوتنشال حقيقي، العقار، المجال اللي كان بيكسبني قبل كده واللي بنيت فيه اسم وعلاقات كتير، والاهم اني كنت بحب اني اعرف احتياج العميل بجد. وقتها رحت مدينتي وهي لسه صحراء بجد، والناس كلها كانت خايفه تروحها. قعدت 5 شهور ادرس السوق، جبت ناس تساعدني، وزعت ورق، عملت اعلانات في الوسيط، عملت كل حاجه. شويه بشويه بنيت اسم قوي جدا، بنيت فريق يساعدني، كبرت شغلي واستثمرت، والناس كلها كانت بتقول عني القناص لاني بعرف اصطاد الفرص صح. لكن مع كل ده وقفت، ما عرفتش اكبر اكتر من نقطه معينه. كان برضو ناقصني منتور بجد ينور لي طريقي، ازاي اكبر، ازاي اعمل تيم كبير، ازاي اعمل سيستم يخليني استفيد من اللي فات علشان ابني اللي جاي. عملت مشروع كبير بكل فلوسي والحمد لله خسرت كل حاجه. رجعت من جديد بس المره دي بشكل مختلف، عرفت قوتي الحقيقيه، عرفت ايه اللي كان ناقصني، بدات ادرب فريقي وننجح مع بعض. عرفت ان كانت اكتر حاجه ناقصاني السنين اللي فاتت هي المنتور، علشان كده قررت بخبرتي في السوق وبالتجارب اللي مريت بيها وباني دربت ناس كتير يكونوا محترفين، اكون انا المنتور ليهم، اخدهم من ايديهم من زيرو لهيرو، واكون الامان اللي انا ما لقيتوش في رحلتي. وده دايما اللي بيخليني اقول ان السوق مش محتاج بياعين جداد، السوق محتاج ليدرز جداد. طب يعني ايه اصلا منتور، وايه الفرق ما بينه وبين الاستراكتور اللي بيديك كورس؟ استنوني في الحلقه اللي جايه. انا محمد بركات، الصندوق الاسود في السوق العقاري، وده كان بركات كاست.